انا قاعدين نقول قدام مننا 10 ماتشات، محتاجين كل السكواد، محتاجين اللعيبه كلها تكون واقفه على رجليها. لكن سبحان الله بتيجي في توقيتات مهمه جدا وبتيجي في اوقات حاسمه، تلاقي اللعيبه عماله تقع منك واللعيبه عماله تصاب. المستشفى لما بتفتح ومفيش حد بيقدر يقفلها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء الخير. بيرضى مع حضراتكم، يا رب الجميع يكون بألف خير وصحه وسلامه يا رب. فتحت مستشفى الاهلي، والله اعلم بها تقفل امتى. إصابة أحمد نبيل كوكا مع المنتخب الأولمبي، عمرو السولية ونهاية الموسم له، افتح القوس وزود معاهم أحمد عبد القادر. النادي الأهلي أنهى النهارده تدريب استعدادا للقاء مودرن سبورت بكره إن شاء الله الساعة 9 بتوقيت القاهرة. مباراة تبقى صعبة جدا، ما هياش سهلة. زي ما اتكلمت معاك فيديو الصبح قلت لك إن المباراة طول ما فيها حكم مصري اعرف ان المباراة هتبقى يعني صعبة، وهتبقى المباراة مش سهلة خالص. والحكام زي ما قلت لك هيعوزوا ان هم يدوروا ازاي نوقع الأهلي. مارسيل كولر أعلن قائمة الفريق وعودة بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا للفريق. حراس المرمى محمد الشناوي، لعلها ممكن تكون الأخيرة لمحمد الشناوي، لسه هنشوف. مصطفى شوبير، محمود الزنفولي اللي مارسيل كولر طلب من لجنة التخطيط وإدارة النادي الأهلي يفعلوا بند الشراء ويكون محمود الزنفولي حارس تاني مع مصطفى شوبير، وإعارة حمزة علاء. خط الدفاع كريم فؤاد، محمد هاني، عبد المنعم، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، خالد عبد الفتاح، مروان عطيه، امام عاشور، رضا سليم، تاو وعوده بيرسي تاو، اكرم توفيق، مجدي قفشه، حسين الشحات، كريم نيدفيد، ديانج ممكن الاخيره برضه، طاهر محمد طاهر. وفي الهجوم وسام ابو علي وعوده الفولت العالي محمود عبد المنعم كهربا. اللي كل ما يعمل حاجه تطلع ناس حراقه قوي من محروقين جدا من محمود عبد المنعم كهربا. تحس ان كهربا ما تعرفش فيه ايه. طيب ده قائمه الفريق اللي داخله بكره، اللي دخلت معسكر استعدادا للقاء مودرن سبورت. جلسه الحسم، عايز اقول لك ان اتحاد الكوره مبدئيا كده عمل موافقه على طلب النادي الاهلي. الناس كلها عارفه ان النادي الاهلي عنده الموسم اللي جاي كاس الانتر كونتيننتال، عندك كاس العالم للانديه 2025. النادي الاهلي طلب من الاتحاد الكره تسهيل او رفع عدد اللاعيبه الاجانب من 5 اجانب ل7 اجانب، علشان يقدر الاهلي اللي هو ينافس الانديه العربيه والانديه الاوروبيه في كاس العالم للانديه 2025. طبعا انت عارف كاس العالم هيبقى 32 فريق. النادي الاهلي محتاج ان انت ترفع اللعيبه الاجانب شويه علشان تقدر تخوض البطوله ديت، وعشان تقدر تنافس الفرق العالميه والفرق. عندك ريال مدريد، عندك بايرن ميونخ، عندك مانشستر سيتي، عندك فرق قويه جدا. فالنادي الاهلي محتاج اللي هو او طلب من اتحاد الكره اللي انت تساعدنا وتسهل علينا ان عدد الاجانب بدل ما هم 5 لعيبه يكونوا 7 لعيبه. طبعا انت عندك 5 لعيبه فوق السن وتقريبا 1 أو 2 تحت السن، لكن النادي الاهلي بيفكر ازاي عدد اللعيبه اللي فوق السن بدل ما هم 5 لعيبه يكونوا 7 لعيبه. في موافقه مبدئيه من اتحاد الكره اللي هو يوافق على طلب الاهلي كده من 5 لعيبه ل7 لعيبه. نتمنى ان القرار ده يكون او الموافقه تكون رسمي. طبعا لما اكون داخل انا العب بطوله زي كاس العالم للانديه اول مره اتعمل من 32 فريق، واكون انا مثلا ممثل مصر، محتاج ان الاتحاد الكره يقف معايا، محتاج ان انت مثلا تسهل عليا الامور، محتاج ان انت تساعدني، انا محتاج دعم. فان شاء الله نتمنى ان العدد الاجانب يترفع ل7 لعيبه. ده بس ايه طلب النادي الاهلي من اتحاد الكره. جلسه الحسم بعد مباراه بكره ما بين مودرن سبورت والنادي الاهلي، عايز اقول لك في جلسه حسم ما بين كابتن محمود الخطيب ومحمد الشناوي. محمد الشناوي بنسبه كبيره احتمال تكون خلاص دي اخر مباراه، واحتمال خلاص يعني تتكلم محمد الشناوي بنسبه كبيره. الوحده السعودي بعت النهارده عرض رسمي، وانا قلت لك قبل كده يعني ممكن يكون الكلام ده من اسبوعين او حاجه، قلت لك ان محمد الشناوي على رادار فرسان مكه، وعندك الفيديو ممكن تدور عليه على قناه اليوتيوب. فرسان مكه هو اللقب اللي بيتقال على فريق الوحده السعودي. الوحده السعودي خلاص بعت عرض رسمي، محمد الشناوي بنسبه كبيره خارج الاهلي الموسم اللي جاي. يعني الجلسه هتكون ما بين كابتن محمود الخطيب ومحمد الشناوي، هيقولوا اللي هو وافق على الرحيل خلاص. حتى امبارح قلت لك بعد القرار، بعد الاجتماع اللي كان موجود مارسيل كولر مع كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط، قلت لك اللي هو قال لك النادي لو وافق على رحيل الشناوي هو ما عندوش مانع على رحيل الشناوي. برضو اليو ديانج خلاص، يعني اليو ديانج النقطه الوحيده اللي هتبقى كويسه في اليو ديانج اللي الراجل طالع اعاره. اليو ديانج هيكون اعاره ما هواش بيع.
كريستو عن سبحان الله، كريستو كان خلاص يعني طبق قوسين او ادنى رايح الرجاء المغربي، لكن دخل على الخط الصفاقسي، قلب الليله، قلب الصفقه، اخذ محمد الضوي كريستو موسم على سبيل الاعاره. اتمنى ان كريستو يقدم مردود كويس في الدوري التونسي زي ما كان عامل مع فريق الصفاقسي. ده حاجه كويسه جدا، انت بترجعه تاني للفريق الام، بترجعه تاني يلعب في بلده، يكسب خبرات، احتكاك قوي، ويرجع للنادي الاهلي يكون مستوي. فباذن الله محمد الضوي كريستو سنه اعاره ويرجع للنادي الاهلي. طيب غياب ثنائي الفريق عمر كمال عبد الواحد، طبعا قلت لك ان عمر كمال عبد الواحد هيكون من الصعب اللي هو يلعب مباراه مودرن سبورت، لان انت عارف كولر وعارف عقليه كولر، لما يكون لاعب مثلا راجع من الاصابه ما بيجيبكش من الدار للنار، يعني ما بيجيبكش مثلا اول ما ترجع من الاصابه هلعبك على طول، لا هو الراجل لازم يدربه تمرينه او اتنين وبعد كده يبدا يخش في الماتشات. انا عمر كمال عبد الواحد هو سليم لكن خرج من القائمه، ممكن يخش مثلا قائمه الاهلي والالومنيوم. احمد عبد القادر وافتح القوس، ومش عارفين بقى المستشفى هتقفل امتى، بعد احمد نبيل كوكا وعمرو السوليه جه برضه، وعمر كمان رجع الحمد لله، جه احمد عبد القادر. احمد عبد القادر امبارح كان الحد اجازه، يوم السبت لما عملوا تدريب بعد مباراه بيراميدز اتعرض لاصابه بجزع في الرباط الخارجي للركبه. بكره ان شاء الله يعمل فحص ويعمل اشعه رنين وهنشوف مده الغياب هتبقى قد ايه، والبرنامج التاهيلي هيكون كام يوم لاحمد عبد القادر. اتمنى لاحمد عبد القادر الاصابه ما تطولش، انت عندك ماتشات صعبه جدا، انا قلت لك في بدايه الفيديو اللي انت محتاج جميع اللعيبه، محتاج جميع العناصر تكون معاك في توقيتات تبقى صعبه جدا اللي انت تفقد فيها اي لاعب. في مباراه الزمالك وبلديه المحله في لقطه حلوه جدا، اللقطه بتاعت المصورين اللي رفضوا يعملوا صور جماعيه للزمالك والبلديه. لما عرفت ايه اللي حصل مثلا او ايه السبب، اتضح ان في المصورين دولت كان لهم زميل اسمه كارلوس صلاح، ده مصور في صدى البلد، تم الاعتداء عليه في مباراه الاهلي وبيراميدز من احد الافراد التابعين للشركه الافريقيه اللي هي بتاعه الامن. واضح اللي هو تم الاعتداء عليه، فعشان كده النهارده طاقم التصوير المصورين اللي موجودين في المباراه ما رضوش يعملوا صور جماعيه للزمالك والبلديه. اتمنى الاعلام يتكلم عليها، اتمنى ان في واحد تم الاعتداء عليه هات له حق، يعني مهما كان برضه في الاول والاخر بني ادم، فلازم اللي انت تجيب له حقه. ولفته كويسه من الاصدقاء المصورين، في الزمن ده مستحيل تلاقي حد مثلا معاك في الشغل حصل لك انت اي حاجه يقدم مثلا تعبير او لو بيعترض على اللي حصل معاك او يقف معاك، فدي لفته كويسه من المصورين. طيب انا بس مش عايز اطول معاك في الفيديو، بس سبحان الله في حاجات كده بتحصل يعني بتظهر لك الحقيقه. طبعا احنا فاكرين دوري 2021 اللي راح مجانا لنادي الزمالك، كان بقياده عصام احتواء، كابتن عصام عبد الفتاح كان هو رئيس لجنه الحكام، وقعد يقول لك بعدها برضه روح البروتوكول، له حاجات غريبه كده. اللي طلع من فتره مع ابراهيم فايق وقال لك ان كلاتنبرج كان بيحاول ازاي اللي هو مباراه الاهلي وفاركو والهدف اللي اتلغى البيرسي تاو، كان بيحاول اللي هو يرسم الخطوط او يعمل الخطوط علشان يجامل الاهلي علشان يحسب هدف بيرسي تاو. والراجل طلع وقال لك اللي هو كان عايز يجامل الاهلي. طلع بعد كده كلاتنبرج وقال لك ان انا ما كنتش لسه استلمت، والراجل ده بيجيب سيرتي ليه وانا ماليش علاقه بيه وما شرفتوش الكلام ده. سبحان الله يطلع حكم محمود عاشور اللي كان قاعد في قلب الفار، محمود عاشور اللي هو لغى الجون، طلع وقال لك ان كلاتنبرج في اللقطه ديت وفي مباراه الاهلي وفاركو كلاتنبرج اساسا ما كانش استلم لسه المهمه، والصوره ما اتعرضتش عليه، والراجل ما قالش اي حاجه على المباراه دي. انت متخيل لما يكون عصام عبد الفتاح رئيس لجنه التحكيم في دوري الناس كلها عارفه الدوري الزمالك خيره ازاي، تطلع اللي انت تتهم راجل يعني ما كانش لسه استلم منك لجنه الحكام، والحكم اللي كان موجود في الفار طلع وكذب كلامك. انتوا متخيلين ان عصام عبد الفتاح عايز يصور او عايز يقول للراي العام قد ايه اللي كلاتنبرج كان عايز يجامل الاهلي؟ انتوا متخيلين قد ايه ان عصام عبد الفتاح في حاجه شخصيه بينه وبين الاهلي؟ يعني في موقف شخصي بينه وبين الاهلي، فهو عاوز يطلع للناس اللي كلاتنبرج كان بيجامل الاهلي. كلاتنبرج اللي هو لو كان فضل كانت في ناس اقسم بالله لا تنزل درجه ثانيه.
كلاتنبرج اللي الناس هنا يعني اتهموه في اعراض وخدوا في عرضه، اتهموه اللي هو مثلا قاعد مع صديقه وعمال بيسافر ومش منتبه للشغل. كلاتنبرج اللي قاعد بيقول لك ان انا لاول مره اشوف نادي واحد عايز يكلمني ورئيس نادي عايز يكلمني ورئيس نادي عمال بيزعق اللي هو مش قادر يتواصل معايا. كلاتنبرج اللي قال لك ان جميع الفرق في الدوري المصري موافقه عليا ما عدا نادي واحد هو اللي ما كانش موافق عليا. طبعا عارفين ليه؟ لان ما كانش بياخد احتواء، لان اتعود على الاحتواء في دوري 21 و22، فطبعا كان حاجه بالنسبه له ان انا لازم الاحتواء يستمر. فسبحان الله انت تبقى قاعد كده وتلاقي الناس بتظلم في الاهلي ويطلع واحد ينفي كل الكلام ده. يعني سبحان الله تبقى انت قاعد كده مظلوم ومالكش في اي حاجه، وتلاقي الناس طالعه هي الناس اللي كانت موجوده في قلب الواقعه طلعت براك. انت متخيل ان عصام عبد الفتاح عايز يوصل للناس صوره الاهلي ايه؟ كل ده علشان مواقف شخصيه، او هو مثلا موجوع من الاهلي. عصام عبد الفتاح ما كانش ينفع خالص اللي هو يكون رئيس لجنه الحكام في مصر. علشان تجيب لجنه حكام صح وتخلي التحكيم عندك صح لازم يكون اجنبي وتديله الصلاحيه زي واحد زي كلاتنبرج. كلاتنبرج ده كان عنده كفاءه اللي هو يطور اداء الحكام عندك، لكن انتوا اللي مش عايزين. لجنه الحكام في مصر مش عايزين اللي ازاي الحكام مستواها يتطور. لما جيت مع اول واحد كلاتنبرج والدوري كان ماشي تمام، وفي فرق ما خدتش الاحتواء بتاعها وفرق كانت هتنزل درجه ثانيه وكانت هتنافس على الهبوط، عشان كده الراجل ما كملش ومشتوه. فسبحان الله انت تبقى قاعد وتلاقي الناس جايه عماله تبرئك من غير اي موقف. ده كان كل اللي معانا النهارده، اشوفكم على خير في فيديوهات تانيه ان شاء الله. السلام عليكم.